تخيل معايا السجن اللي المساحه ديالو قد مدينه، وهذا السجن اللي دخلو حتى واحد ما كيخرج، ما عنده لا باب ولا سوارت. وهذا السجن هذا فين كاين؟ في مدينه مكناس. يعني مدينه مكناس التحت ديالها كله سجن، وهذا هو السجن الوحيد اللي في العالم اللي كيرعب كلشي. بزاف ديال البعثات جاو من الدول الاوروبيه وبغاو يكتشفوا، ولكن اللي دخل ما كيرجعش يخرج. السجن هذا كيخاف منه البشر والجن في دقه واحده. اليوم غادي نهضروا على هذا السجن، وغادي نشوفوا كيفاش تنشأ هذا السجن، ونكتشفوا السر اللي واقع في داك السجن اللي ما كيخليه حتى واحد يخرج. وغادي نشوفوا هذه الحقيقه كامله. اول حاجه الا بغينا نعرفوا كيفاش تبنى هذا السجن، خصنا نرجعوا لعهد السلطان المولاي اسماعيل في القرن 17. السلطان كان باغي يبني السجن اللي ما يهرب منه حتى حد، وفعلا تبنى هذا السجن من تحت القصور الاسماعيليه بمكناس. وبالضبط علاش سميتو سجن القاره. كاين اللي كيقول باللي ان واحد السجين البرتغالي هو اللي صوب التصميم ديالو، مقابل انه يخرج ويعطيوه الحريه ديالو. وكاين اللي كيقول باللي علاش تسمى القاره، كان هو السجان اللي مكلف به، هو اللي كان مكلف بداك الشيء كامل. الغريب هو الشكل ديال السجن، عباره على واحد المتاهه كاينه من تحت الارض، ما فيها لا بيوت لا سجن لا بيبان لا حتى حاجه. فيها واحد الممرات مخربقه، يعني باللي انه لا دخلتي كون اكيد ما غاديش تهرب، وما عندكش شي طريق اللي غادي تهرب منها. وإلا بعدتي على داك البلايص ديال واحد البلاصه عندهم هما فيها التقابي فين كانوا كيلوحوا لهم الماكله، الا زدتي غير شويه صافي ما غاديش تقدر ترجع لذاك البلاصه فيك يعطيوك الماكله ولا فين غتشرب ولا فين، يعني انك غادي توفى. هنا كيبدا الرعب ديال بصح. في وقت الاستعمار الفرنسي، واحد البعثه فرنسيه قررت انها بغات تكتشف داك المتاهه، وبزاف ديال الناس حضروهم. ولكن راكم عارفين ديك الساعه فرنسا ما كانتش كتديها في حتى حاجه. صافي وجدوا راسهم دخلوا مجهزين خيوط وداك احدث الوسائل ديك الساعه. دخلوا للداخل والنتيجه حتى واحد فيهم ما قدر يرجع، وحتى مي هبطوا اللي هبط كيقلب عليهم ما كيرجعش. صافي هنايا فرنسا قررت انها غادي دير هي واحد المتاهه سياحيه واللي غتخليها ذكرى. ومن ثم بدات بزاف ديال الاساطير كيقولوا واش كاينين حراس من عالم اخر كيحميو داك السجن، اولا كاينين الفخاخ الهندسيه اللي كتخلي الانسان كيكون غادي حتى كيطيح في شي حفره، اولا بحال كيما كنشوفوا دابا حاليا. الا غيكون طلع لكم هاد الفيديوهات هادو، كتلقى كيدخلوا من واحد البلاصه فيها الجاج، كتدخل من هنا كضرب في هادي، الا ما حضيتيش مع الباب كتدخل في الباب واحد اخرى. هذا هو السر ديال هادشي هذا. وبزاف ديال الناس اللي ساكنين حدا داك البلاصه فين كانوا كيلوحوا داك الناس، كيقولوا باللي كنسمعوا اصوات غريبه كتطلع من داك التقابل اللي كانوا من تحت الارض. الغوات، السناسل اللي كيتحركوا، وبزاف ديال الكلام وبزاف ديال الحوايج. هنا الفقهاء والناس بداو كيقولوا بلي ان السجن ولا مسكون من كثرة داك الظلام. وراح حنا عارفين بلي ان الجن كيمشي للظلام، كيعجبو الظلام، وان بزاف ديال الناس اللي مشاو وتوفاو. يعني المكان خصو يتسد، وضروري خصو يتسد، وكلشي بدا كيهضر عليه، حتى ولاو دابا حاليا السجن مسدود والله اعلم. ولكن مخلين واحد البلاصه اللي كما كنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات كينتشروا، اللي خلاتها فرنسا ديال السياح واللي اكتشفوها. وكيخلي واللي هو واحد الحاجه، اي واحد اي حد كيقرب من داك الحيوط المسدودين ديال السجن كيحس بواحد بحال لحمو كتشوك، بحال راكم عارفين الشعر ديالك كيبدا يتشوك. سجل القاره غيبقى واحد اللغز اللي كبير في المغرب. وواحد الحاجه، في نظركم نتوما واش هاد الشيء هذا يقدر يكون عبقريه هندسيه فيها الفخاخ وفيها كذا، او ولا شي بوابه اللي ما نقدروش حنايا نكتشفوها تمايا؟ هنايا بغيتكم تعطيونا الراي ديالكم. انا كيبان ليا هادشي هذا غادي يكون غير عبقريه هندسيه، حيت شحال هادي كانوا الفخاخ بزاف وتبارك الله في داك العهد راه كانوا اذكياء. واخا زعما ما كانتش التكنولوجيا كانوا اذكياء. وبغيت الناس اللي مشاو لتمايا وشافوا داكشي يقولوا لنا واش ما حسيتوا بتا حاجه، شنو بان لكم تمايا، شنو القصه اللي وقعت لكم تمايا، واللي عنده شي فكره واحده اخرى على هادشي وما قلتهاش انا في هذا الفيديو يكتبها لنا في التعليق، او يشاركها مع الاصدقاء هو براسو في فيديو. المهم وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا لايك
متابعة، وتنتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.